سلام البنات، ان شاء الله قاعد تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نوفيل فيديو كيما راكم تشوفوا مقتطفات من لا فيديو تاعي. قبل ما نبدا لا فيديو نقول لكم ما تنساوش تصليوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنساونيش بدعمكم واشتراكاتكم وتعليقاتكم الشابه اللي تزيد تحفزني باش نزيد نحط لكم لي فيديو اكثر فاكثر. هنا كيما راكم تشوفوا مقتطفات من لا فيديو تاع اليوم راح نشوفوها مع بعضنا. هنا حضرت في لا فيديو تاع اليوم وصفة النيسلي، وصفة الجبار، بزاف تاع الوصفات اللي حنشاركهم معاكم. نبداو بالوصفة تاع المايز. هنا البنات انا رقدت المايز تاعي، رقدته 3 ايام ماشي ليله واحده، رقدته 48 ساعه او فايته 72 ساعه هكاك اللي رقدته باش تنفخت لي مليح الحبات تاعي وما ياخذليش مده طويله في الطياب. نشمخوه كيما ما فين نشمخو الحميصه. من بعد جيت لهنا عمرته ودرته داخل الكوكوطه، صفيت هذاك الماء القديم تاعو، درته داخل الكوكوطه ودرت عليه كميه تاع الماء سخون والملح وخليته يطيب. خدالي مده تاع الطياب تاعو حوالي ساعه ونص. لو كان جوزو الوصفه الثانيه هي العسل. كيما على بالكم في رمضان نحبوا المعسلات ونحتاجوا بزاف العسل. شوفوا لا ميثود تاعي البنات اللي نستعملها. لهنا عندي كيلو تاع العسل، ندير له كاس تاع الماء اللي يرفد، الكاس اللي يرفد 240 مليلتر، وندير له شويه تاع الشب، قيس حبه حميصه. هذا مكان البنات نخلط قايتك هذاك السكر تاعي حتى وين يذوب لي، ونجي نشعل عليه النار اللي هنا البنات شعلوها عادي ماشي ناقصه، ولا كي يبدا باش يطيب لنا باش نقصولو في النار تاعو. شوفوا البنات هنا راهو بدا يغلي وانا اني دايره الماء يسخن من جهه. شوفوا البنات اللي حابه العسل تاعها ابيض كيما راهو هكا تزيد عليه، كي تشوف هاد الفقاعات تشكلو تزيد عليه كاس ونص ماء سخون. واللي حباتو صفر كيف انا لحقنا اللون الاصفر تزيد عليه كاس ماء، كاس ونص ماء سخون. واللي حباتو عسل احمر كيما اللي درتو انايا، هاي ليك نخليه حتى وين يلحق لي لهذا اللون، ونجي نضيف عليه كاس ونص ماء سخون. بصح البنات راكم تشوفون نضيف عليه تدريجيا باش ما نتحرقوش. هاكا البنات كي نلحقوا لهاد المرحله نقصولو شويه للفرن، وكيما شفتوا درت عليه 2 ليطرونج تاع القارص. هاكا البنات نحركو، خلي يزيد يغلي لي حوالي 10 دقائق 4 ساعة، ونطفيه على العسل تاعي نخليه بتيه يبرد لي. من جهه واحده اخرى البنات انا لهنا بديت قلت لكم في تحضيرات رمضان الاخيره بديت نعمر في الباي تاع لي زيبيس. علقت هذاك لي طاجير اللي وريته لكم، شريته ووريته لكم في مشترياتي. صافي كل حاجه نديرها في بلاصتها باش نسهل عليا الامور الاخرى. هكا هنا نحيت هذوك البايض القدم وراني نعمر في جدد، والقدم هذوك ما نرميوهمش البنات، نغسلوهم ويتعمروا بلي زيبيس واحد اخرين كيما الثوم بودره، كيما بصل بودره، كيما توابل تاع الدجاج، كيما توابل تاع اللحم. هكا هنا نكمل نعمر كاع يتيك لي بواط تاع لي زيبيس. وهاد لي زيتيكات شريتهم تاني من المارشي، انا لي بواط تاعي سامبل. هكا البنات عمر كاع التوابل تاعي اللي عندي داخل البايط تاعهم، والقدم هذوك نغسلوهم ونيتيليزيوهم حاجه واحده اخرى. من جهه واحده اخرى البنات شوفوا مورلي جاز ساعه ونص على الجبار تاعي على المايز تاعي. شوفوا راهو نتوما يبقاو يبالكم ناشف من الماء، هو لا ما شفليش من الماء، بصح طاب لي مليح مليح. كيما راكم تشوفوا راني وضحت لكم نجو كيفاش نخزنوه. شوفوا البنات نرفد المايز برك ما نرفدش معاه الماء. هكا انا نرفد بهذيك الصفايه. هكا نجي ندير عليه كميه من الخل. البنات المستحسن تستعملوا الخل الابيض، انا هذا واش كان متوفر عندي.
ونجي نضيف عليه حوالي 2 كيسان تاع الماء، نخلط مليح مليح ونغطي الباطا تاعي ونحتفظ به في الفريجيدار. البنات من المستحسن جبار تاعنا المايس تاعنا نحتفظوا فيه في بلاره تاع الزجاج. انا كومسي ما كانتش متوفره عندي، استعملت هذيك تاع البلاستيك بعد ما عقمتها مليح مليح. نجي لهنا البلاصه اللي راني راح نبلاصي فيها ليطاجير تاعي، جوزت عليها شيفون كاع يديك بالجافيل ونبلاصي ليطاجير تاعي. هاكا نستف فيه الباي تاع لي زيبيس، هاكا ونفتح هامليك الباي تاعي كيفاش خرجوا. نفتح الكوتيات هادوك كيما راكم تشوفوا البنات، وندير لهنا بابي كويسون كيما هنا درت بابي فيلم واللي تحت منه درت فيه بابي كويسون. قعد لي بابي الومنيوم مازال ما شريتوش، كي نشريه يجيني ساهل. هاكا البنات نعاود نغلق بهذيك البوشونه تاعو. هاي ليك نجي لهنا نمسح تحت ليطاجير هذاك كيما فوق البوطاجي في هاد الكوا، نمسح مليح مليح ونجي نحط لي بواط الاخرين اللي فيها كيما هذيك القرعه تاع الزيت، نحط الباطه تاع السكر، باطه تاع القهوه، باطه تاع الملح تاع لاتاي. هادو ما كاع اللي نسحقوهم على اليد نحطوهم هكا قدامنا. هكا البنات دوك نجوزو الوصفة النيسلي. الوصفة النيسلي واش عندنا كاس تاع سكر وعندنا 2 كيسان تاع حليب، 2 مكونات فقط. حدير لنا كمية لاباس بها تاع النيسلي والله يخرج روعة في المذاق. شوفوا البنات كيما شتوني درت 2 كيسان تاع الحليب مع كاس تاع السكر وقرصة ملح، ضرورية القرصة تاع الملح البنات. نخلط ندوب مليح هذاك السكر، من بعد نشعل الفرن تاعي نشعلو على نار قويه هكا، نقعد هكا نحرك فيه حتى وين يرفد لي الغليه. هكا شوفوا البنات مور اللي يرفد لي الغليه هكا لهنا لازم ماليا نقص للفرن وكاع نقصلو على نار قليله ونقعد نحرك فيه كل 5 دقائق. نقصولو النار البنات نار قليله كاع يتك شغل شمعه فوالا هكا، وتخليوه حتى وين ينشف. كل 5 دقائق حركو، كل 5 دقائق حركو حتى وين ينشف لنا ويوجد لنا النسلي تاعنا. دوك نجوزو تاني لا شابلور تاعي. انا هنا كانت عندي كميه من الخبز اليابس، حكمتها حمصتها. ديفيرونس كبيره البنات بين كي يكون محمص وكي ما يكونش محمص. كي يكون محمص حتجينا الماكله بنينه بنينه بنينه. حمصتو نجي لهنا الاشوار نرحيه نصفيه ونديرو نديرو في داخل في الباطه هكا البنات. هاي ليك النتيجه تاع اليوم، تاع الوصفات تاع اليوم اللي حضرناهم كيف قلت لكم. ها هو العسل تاعي شوفوا ما شاء الله يجي رائع. هذا مازال ما بردليش مليح مليح، فرغته داخل الباطه. الشابلور تاعي كيف فرغتها داخل الباطه. النسلي تاعي كيما راكم تشوفوا فيه يجي رائع، والمايس تاعي كيما وريته لكم قبيل يجي تاني رائع. نتمنى تجربوا هاد الوصفات ونقول لكم ان شاء الله سيدنا رمضان يدخل علينا بالصحه ولهنا ويدخل عليكم بالصحه ولهنا نتوما تانيت. ونقول لكم البنات ما تنساونيش بجام ابوني فعلوا لا كلوش يلحقكم كاع جديد تاعي. الى اللقاء.